ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض ايه؟ طريقه الاجنحه بالبطاطس. جميله وخفيفه واقتصاديه. ماشي يا حبايبي، وحاجه ايه خفيفه في الحر اللي احنا فيه. انا طبعا جبت الاجنحه غسلتها ونضفتها كويس جدا. بصوا، وعملت ايه فيها؟ قطعتها نصين. يعني بصوا، دي لوحديها ودي لوحديها. ماشي. وكنت نقعاها يا حبايبي في خل وملح وليمون وسكر، وبعد كده صفيتها حطيتها في المصفى ده. هاجي اسمي بسم الله، انزل في الصينيه اللي انا هعمل فيها. ماشي. وصلوا على النبي. دي بذره ليمون اهي، نشيلها. ماشي. ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ومعايا هنا في الكبه جبت جزرايه وبصلايه وقرن فلفل حامي ومعلقه توم او فصين توم يا حبايبي، ونفرم كل الكلام ده كله نفرمه مع بعضه في الكبه. ونسمي بسم الله. وطريقتها خفيفه وسهله جدا، لا زيت ولا سمنه. معلقه زيت واحده بس، يكون زيت نظيف. ماشي. هنسوي فيها صينيه الاجنحه الجميله بالبطاطس. انا بس هتبل الاجنحه من ما اقشر البطاطس، وبعد كده اقلب الكلام ده كله مع بعض. ماشي. بس اسيب الاجنحه تتبل. وهنا معايا ليمون وملح قصدي وكمون اهو. واجيب التوابل الموجوده عندي. كزبره، طبعا احنا حاطين يا حبايبي فلفل حامي قرن كبير، ومعانا هنا فلفل اسمر. بس مش هضيف اي حاجه تانية غير مكعبين المرقه. بصوا، والصيف والحر اللي احنا فيه ده مش عايز ايه الاكل مسبك ولا ايه اكل فيه صلصه كتير. ماشي، عشان ما يعملش حموضه على صدرنا اهو. انا عملت المكعبين المرقه يا حبايبي اهو. هقلب الكلام ده كله مع بعضه عشان كل الاجنحه بتاعتنا. وممكن بصوا لو مش عايزين بطاطس عايزين تعملوها كده، لان لها كذا طريقه الصراحه، وانا عملتها معاكم قبل كده على القناه بس مش بالطريقه دي. حته جزرايه فاضله مش مشكله اهو. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، ولسه ما عملتش حاجه فيها. هنسيب الكلام كله الجميل ده، واهم حاجه نظافه الفراخ، واكلنا لازم يبقى نضيف. ماشي يا حبايبي. بس بصوا شكلها، ممكن ندخلها الفرن على كده مع معلقه زيت وخلاص. طب انا قطعها ليه؟ عشان ما تاخدش معايا سوا اهي. معلقتين زيت. ماشي. بس هقلب الكلام ده كله يا حبايبي واركنه. هغطيها واسيبها في التلاجة او بره التلاجة عادي، وبعد كده اقشر البطاطس بتاعتي وارجع لكم. انا ما فرمتش يا حبايبي مع الحاجات اللي انا فرمتها، الجزر والبصل والطماطم، ليه؟ عشان ما يبقاش فيها قش. ماشي. بحب الطماطم الصراحه اعصرها واصفيها. كان عندي طماطم جاهزه في التلاجة. بصوا. وهنا اخر حاجه هنحطها معلقه الكمون، عشان احنا عارفين البطاطس حبها الكمون اهو. بصوا، معلقه صغيره. هنقلب الكلام ده كله اهو. لازم نخلي البطاطس والاجنحه وكله يشرب من التتبيله الجميله دي. ريحتها ما شاء الله الله اكبر يا حبايبي. ماشي. جميله جدا وتنفع في اي حاجه عايزين تتبلوها. ماشي. وهنحط الصلصه مع بعض اهو. هوزع الكلام ده كله. خلي البطاطس والاجنحه اجمل من الفراخ والله العظيم بكتير، وخفيفه وحلوه واقتصاديه شويه، برغم ان الايام دي مفيش حاجه اقتصاديه ولا في اكل على قد الايد، بس هنحاول اهو. بصوا ريحه الثوم يا حبايبي والبصل ما شاء الله ما شاء الله مع الايه
مش مكتره توابل، ما بحبش اكتر توابل في الاكل. يا دوب فلفل وكمون وكزبره، التوابل بتاعتي المعتاده. ماشي. ليه؟ عشان يبقى طعم الحاجه طعمها الاساسي، مش طعم التوابل مغطي على الطعم الحاجه ايه الاساسيه. ماشي. بصوا، نوزع الكلام ده كله كده، وصلوا على النبي حبايبنا الحلوين. كده الفراخ بتاعتي عماله ايه تشرب من التتبيله هي والبطاطس، ما شاء الله ما شاء الله. وانا يا حبايبي مخليه البطاطس تخينه شويه عشان تتحمل طبعا سوى الاجنحه. وانا مقطعه الجناح على حتتين عشان ايه برضو يستوي معايا بسرعه. طب هنا مش ناقص معايا اي حاجه خالص، هغطيها واسيبها. بعد كده احطها على عين البوتاجاز من فوق يا حبايبي، يا دوب بس تسخن وانزلها تحت تستوي على اقل من مهلها في الفرن. وفي اخر حاجه هولع الشوايه. ماشي. وادي الكلام الجميل ده، يا رب تعجبكم. بصوا، وادي يا حبايبنا هنعمل حبه رز بشعريه. حطينا طبعا الماده الدهنيه بتاعتنا، ممكن يكون سمنه وزيت وممكن يكون زيت نضيف. ماشي. وهقلب الكلام ده كله. هنا كوبايه شعريه دي يا حبايبي، الكوبايه انا بحط عليها 3 رز اهو. ماشي. 3 رز، والرز ده طبعا نضيف مش هيتغسل، مش كل الرز اللي بيتغسل يا حبايبي. وهنا الاجنحه بتاعتنا يا حبايبي انا ولعت عليها. ماشي. وهنا يا حبايبي معلقه الملح هنا ليها عامل كبير، لما نحطها على الشعريه بتحمر الشعريه، بتخليها كلها لون واحد اول حاجه، وتاني حاجه بتخلي الرز بتاعنا ايه مفلفل وتخلي طعمه حلو ما شاء الله. فلازم من معلقه الملح دي يا حبايبي، ونعمل حسابنا ونخلي بالنا لو عندنا شوربه. ماشي. ناخد بالنا من الملح. فانا بحب احطها الصراحه. ليه؟ لان انا مش عندي شوربه هزيد له ميه سخنه من الحنفيه. بصوا اللون ده هو اللون المطلوب. يا رب يكون واضح معاكم اهو. ماشي. هنزل بالرز بتاعي بسم الله. بتبقى مظبوط على فكره، 3 رز على واحده شعريه بيبقى مظبوط للبنات المبتدئه، مش للستات. ستات الكل اللي عارفين كل حاجه ويعرفوا عني بكتير ما شاء الله عليهم، دكاتره في المطبخ مش اساتذه. ماشي اهو. لازم نقلب الرز بتاعنا حبه عشان يبقى مفلفل معانا ويتغلف كل الماده الدهنيه اللي عندنا. ماشي. بصوا الكميه مظبوطه على بعضها. ماشي. انا هقفل عليه لان لسه مش هزيده دلوقتي، وهنزيده مع بعض ان شاء الله. حبايبي هنا دي الميه بتاعت البصل وبتاعت الفلفل، انا ما حطيتش ولا اي حبه ميه، وبتاعت الصلصه. ماشي. فما تخافوش، مش هتبقى سايله ولا حاجه، وهتشوفوها مع بعض. ليه؟ لان الميه دي يا دوب هتكفي تسوينا البطاطس وتسوينا الاجنحه. ماشي يا حبايبي. ودي يا حبايبنا صينيه ايه والله. بصوا حاجه ما شاء الله ما شاء الله هتتكلم عن نفسها، وريحه يا حبايبي تحفه تحفه، ويشهد عليها ربنا ان ريحتها ما شاء الله. وادي الرز بتاعنا من الفلفل اهو. بصوا لسه انا طافيه عليه البوتاجاز اهو، ولا معجن ولا حاجه. نسمي بسم الله. وده الغدا بتاعنا يا حبايبي، يا رب يعجبكم وينال رضا حضراتكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا احلى متابعين في الدنيا. وده رز مع حبه جرجير مع حبه مخلل. ماشي اهو. نشيل الرز بتاعنا ونغرف، والموجود عندكم يقضي الغرض وبزياده، ويجعل موجود عندكم الخير كله يا رب العالمين. اهو ده غدا، احلى غدا في الدنيا ان شاء الله يا حبايبنا الحلوين. ودي بصوا يعني نقطع طماطم جنبيها سلطه، حبه مخلل، جرجير، خس، اي موجود عندك جنبيه، وحبه عيش، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. واسيبكم على خير واشوفكم على خير، مع الف مليون سلامه.